البنت التخينه دي لما بتقعد جنب البنت بتقوم وهي متعصبه وبتقول لها لا طبعا انت مش هتقعدي جنبي، وبتقول لها بس ده مكاني، وبتقول للسواق ما ينفعش تقعد جنبي عشان تخينه قوي وكده هتزن عليا. والسواق بيقول لهم اي حد يروح يقعد في اي كرسي تاني. وفي راجل عجوز بيقول لها تعالي اقعدي، وبتقول له شكرا وكانت رايحه تقعد بس بيوقفها وبيقول لها انا مش قصدي عليكي انا قصدي عليها هي، وبيخلي البنت التخينه هي اللي تقعد جنبه وبتبص عليه وبتستغرب وبتقول انا مش عارفه ازاي انت هتقعدها جنبك، وبلا انت انسانه مش محترمه، تخيلي نفسك مكانها هتعملي ايه. والبنت بتزعل وبتنام على الكرسي وبتصعب على الساعه بس بتلاقي نفسها تخينه قوي ونفس شكل البنت اللي كانت بتتريق عليها، وبتبص وبتلاقي كمان انها عندها كرش وبتبص على نفسها وبتحس انها بتحلم، وبتروح بقى على شغلها مكان التصوير، واصحابها اول ما بيشوفوها بيفضلوا يضحكوا عليها وبيقولوا لها ده مش مطعم ده لوكيشن تصوير، وبيحصل نفس اللي كان بتعمله مع البنت التخينه، وبيجي المدير بتاعها واول ما بتشوفها ما بيعرفهاش وبيقول لها اخرجي كلي بره، والبنت بتقول له لا انا شيسكا، وبتستغرب لما بيشوفها وبيقول لها انت ايه اللي عمل فيك كده، وبتقول له انا مش عارفه انا صحيت من النوم لقيت نفسي كده، وبيقول لها طب هنعمل ايه دلوقتي عندنا جلسه، وبتقول له خلاص صورني كده، وفعلا بيسمع كلامها وبيفضل يصورها كتير، وبتيجي صاحبه المنتج وبتشوف البنت التخينه هي اللي بتصور بالمنتج بتاعها، والبنت بتتاسف لها وبتقول لها معلش بس انا مش عارفه ازاي بقيت تخينه كده، وبتقول لها لا الصور حلوه قوي وده اللي انا كنت بدور عليه، بنت دمها خفيف ومقبوله للناس. بعد كده بتفوق وهي في الاتوبيس وبتلاقي انها كانت بتحلم ده كله، وبتيجي فعلا البنت اللي حصل معاها مشكله وبتطلب منها تقعد جنبها وبتفرح وبتقول لها اه طبعا.